بتعملي دايما الكنافة بس ما بتظبطش معاكي، بتطلع منك طرية او طالعة مقرمشة زيادة عن اللزوم. تعالي الفيديو ده كده هنعرف ازاي نطلع كنافة ناجحة جدا، مقرمشة من بره طرية من جوه، ونعرف كل اسرارها وتشرفنا قدام كل ضيوفنا. يلا بينا نبدأ بسم الله ونشوف عملناها ازاي مع بعض. تعالوا الاول كده، شايفين لونها الجميل ده؟ يلا بينا نسمي الله. اول حاجه هنعملها طبعا الشربات. انا في الكنافه بتاعتي ما بحبش الكنافه تكون مسكره، فهعمل كوبايه من السكر قدامها كوبايه ميه الا حاجات بسيطه، مش كوبايه الا ربع، لا كوبايه الا حاجات بسيطه، عشان انا ده مقدار العسل اللي بسقي بيه الكنافه كله. حابه تزودي عشان انتي بتحبي السكر زياده، بتضيفي كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه الا حاجات بسيطه برضو. يعني لازم تكون كوبايه الميه اقل حاجه بسيطه من كوبايه السكر، ومعانا رشه من الليمون. وكده ده الشربات بتاعي. لما بيكون عندي ملح ليمون بستغنى عن الليمون ده وبحط ملح ليمون بدل عصرة الليمونة. شفتوا كوباية المية كانت ناقصة ازاي، ما كانتش كاملة للآخر، انا وريتها لكم دلوقتي. كده الشربات معايا جاهز. سبته على النار يا دوبك بالظبط 7 دقايق وطفيت عليه. ده كده كان قوامه يعني تقيل بس مش تقيل قوي، لان كده كده اوريدي لما بيبرد بيتقل جامد جدا. دي كده الكنافه بتاعتي زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. هبتدي ان انا اقطعها حلو جدا، وطبعا الكنافه كل ما تتقطع كل ما تبقى معاكي افضل يعني. كده الكنافه بتاعتي انا قطعتها وبقت جاهزه معايا ان انا ابتدي اشتغل فيها. اول حاجه واهم خطوه بقى السمنه. السمنه انا بسيح نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه بسيحها زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، وببتدي ان انا انزل عليها على السمنه بتاعتي بالكميه كلها ما عدا معلقتين. تمام. هنزلها على الكنافه كلها دي المكسرات كده، هركنها على جنب، انا بس بوريها لكم. هبتدي بقى السمنه اللي انا حاططها على الكنافه، هبتدي ان انا افركها في الكنافه كويس جدا، واتاكد ان انا كل حته في الكنافه متشربه السمنه بتاعتها تمام جدا. طب انتي ليه بتعملي كده؟ ليه ما بتحطيش الكنافه لما بترصيها في الصينيه؟ بصراحه كده افضل بكتير جدا، كده بتبقي ضامنه ان كل حته في الكنافه متشربه السمنه بتاعتها المظبوطه. انما لما بتحطي الكنافه في الصينيه وبعد كده تحطي سمنه على الوش، بتبقى في حتت فيها سمنه وحتت اصلا ما طلتهاش السمنه، فبالتالي بتبقى يعني مش متشربه معاكي كويس، فما بتطلعش معاكي مظبوطه. فبكده تكون دي اول خطوه صح نعملها عشان نضمن كنافه صح معانا. طبعا المعلقتين اللي احنا كنا شايلينهم على جنب هنبتدي بقى ان احنا ندهن بيها الصينيه من تحت، ونخلي الصينيه كلها مدهونه بيها، يعني ما نسيبهاش على المنظر ده، لازم نفردها في الصينيه كلها، بحيث ان برضو لما نحط الكنافه تكون كل حته في الكنافه متشربه بالسمنه اللي تحت دي. هبتدي بقى كده ان انا احط نص من السمنه بتاعتي. ومعلومه كمان، لو ممكن كمان وانتوا بتحطوا السمنه على الكنافه وبتفركوها مع الكنافه كويس، تقدروا كمان تحطوا سكر بودره، ده بيوحد لون الكنافه. بس انا بصراحه ما بفضلش ان انا اعمل كده، لاني بتبقى الكنافه بتبقى مسكره شويه زياده، فانا زي ما قلت لكم ما بحبش السكر كتير. تقدروا ان انتوا تضيفوا الاضافه ديت، هتفرق معاكم كمان في لون الكنافه. انا كده بدات ان انا حطيت زي ما انتم شفتوا النص الاول من الكنافه. انا كده خلاص مش محتاجه ان انا احط اي سمنه تاني. هبتدي بقى ان انا احط المكسرات بتاعتي كده في النص، وهنزل بالطبقه التانية بتاعه الكنافه معايا. ومن بداية ما انا بدأت ان انا اجهز في الصينية بتاعة الكنافة، انا ولعت الفرن عندي على اعلى درجة حرارة. نركز بقى هنا في الحتة دي كويس جدا، عشان ده اللي هينجح معاكي الكنافة 100%. انا هنا كنت عاملة الكنافة بتاعتي في صينية كبيرة، عاملاها رق رفيع جدا، الرق بتاع الكنافة رفيع جدا، مش عاملاها رق تخين ولا حتى متوسط. طيب انا ليه معليه النار جدا؟ طب انت كده هتتحرق منك. نخلي بالنا ان سبب من اسباب نجاح الكنافة معاكي هي ان انتي بتتحكمي في النار بتاعتك حسب سمك الكنافة بتاعتك. يعني لو الكنافة عندك انتي عاملاها سمك تخين جدا، فطبعا بتخلي النار بتاعتك واطيه، بحيث انها تبقى ما تستويش من بره بس ومن جوه عجين، لا لازم تستوي من جوه الاول، توصل لها الحراره من جوه كويس، عشان بعد كده لما تاخد اللون بتاعتك من فوق تبقى من جوه مستويه. طب انا زي ما قلت لكم انا عاملاها رفيعه جدا، فلازم اعلي النار جدا بحيث انها هتاخد لون بسرعه، وكده كده من جوه الرق فيها رفيع جدا، فمش محتاجه ان انا يعني اوطي النار عليها، هتتحرق منك، هتبقى عقبال ما تاخد نور لون من بره هتبقى من جوه اتحمصت بزياده.
فتمام كده. انا كده كنت مشغله النار على عالي جدا عشان الرق معايا رفيع. جهزت الصينيه بتاعتي، وزي ما انتوا شفتوا بعد ما خلصت خالص فضلت اضغط على الكنافه كده من على الوش كويس جدا بايديا، او تقدري تعملي الخطوه دي بكوبايه، تقدري تعمليها بطبق، باي حاجه. كده زي ما انتوا شايفين دخلتها بالظبط، خدت معايا من ربع ساعه ل 17 دقيقه بالظبط، عشان زي ما قلت لكم الرق رفيع جدا. خلصتها وخرجتها كده زي ما انتوا شايفين، يا دوبك سقيت كده كبشتين من على الوش، وهبتدي ان انا اقلبها. وانا لازم الكنافه بتاعتي ان انا اقلبها، لان الوش اللي من تحت غير الوش اللي من فوق. هتشوفوها لما تتقلب دلوقتي شكلها هيكون الطف واحلى بكتير. انا كده يا دوبك سقيت شويه من فوق وبقلبها، واكمل بقيه التسقيه بتاعه الشربات بتاعتي على الوش كده. وبكده تكون الكنافه بتاعتي جاهزه معايا ومظبوطه 100%. امشي على الخطوات اللي انا قلت لكم عليها، هتطلع معاكم مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، هستنى ارائكم طبعا. وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو اول مره تشوفوني فانا هبه السيد. ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب، وطبعا الكومنتات بتاعتكم بتفرق معايا جدا. ويا ريت يا ريت حبه من التفاعل الحلو. شايفين بقى منظرها ولونها تحفه ازاي؟ بجد يا ريت اقدر ابعت لكم منها، او اقدر يعني اسمعكم قد ايه كانوا بيقولوا لي قد ايه هي فعلا حلوه ومظبوطه جدا. يعني السكر بتاعها مظبوط، لونها مظبوط، زي ما قلت لكم قرمشه من بره وطريه جدا من جوه.